على نياته. احنا بنقول ده هيعمل كذا، طيب ده هيستغل كذا. ممكن اعلق يا دكتور ده هيستغل على حضرتك اللي قلت. ما تخلونا يعني انا معلش عفوا، لا تحت امرك. انا اناشد الجمعيه التاسيسيه وكل اعضاء الجمعيه التاسيسيه المنسحبين عنادا في محمد مرسي ومعارضه لمحمد مرسي ان يسرعوا باصدار الدستور باسرع وقت. ازاي وفي خلافات يا فندم بعد اذن حضرتك، مش متفقين على بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، هذه الجمعيه التاسيسيه لا يمكن هيتفقوا في النهايه. قرار الشعب. انا بقترح يا دكتور رأفت نعم على السيد رئيس الجمهوريه، ما اعرفش ده قانونا ينفع ولا لا. طبعا من حق الشعب ان يقترح، واي فرد في الشعب يقترح على لا الاقتراح ينفع ولا لا؟ اللي هو من الناحيه القانونيه اللي هو ان يدعو الشعب للاستفتاء على هذا الاعلان. الاعلان الدستوري؟ الاعلان الدستوري ده بالبنود بتاعته. اقول لحضرتك طب رئيس ممكن الدوله اعلق على النقاط اللي حضرتك رئيس الدوله اكمل بس النقطه دي. رئيس الدوله اقترح على الرئيس محمد مرسي ان يدعو الشعب للاستفتاء على هذا الاعلان الدستوري والشعب يقول كلمته. اذا الشعب قال عليه لا الاعلان ده ما ينفعش يبقى خلاص. طيب انا هقول شويه اسئله بشكل سريع حضرتك بس ايه باجابات مقتضبه، وبعد كده حضرتك حلل زي ما انت عايز، بس افهم